يشد روحك مليح. رسميا ضرب القاضيات. يوم أسود جديد للبوليساريو والنظام الجزائري. سقوط آخر معقل للبوليساريو. النظام كبرانات فضيحة. حقرونا لا حول ولا قوة إلا بالله. ضربة موجعة جديدة لم تكن متوقعة فرنسا الكرغوليستانية. حقرونا صديقي. والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. مسعد بولس الولايات المتحدة الأمريكية نقلت رسائل حازمة لنظام زريبة الجزائر. النظام الهشيم. ترامب يصدم الجزائر ويأمر تبون وشنق رحاب بتفكيك مخيمات تندوف. بولس قال لعطيطيف هاد النزاع ديال الصحراء المغربيه خاصنا نساليوه دغيا. لعنة أمون عليكم. خلال 18 شهر في غضون سنة والنصف شنو كأقصى حد. عندكم واحد من الجوج، يا اما تفككوا مخيمات يا اما إعلان عن تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة الجزائر دولة راعية التصنيف الكذابي. بلا صياح أرجوكم، بلا صياح. خارج عن القانون. أحمد عطاف بأنه يجب تفكيك مخيمات تندوف ويدعوه لاحترام المواثيق الأمم المتحدة. ويجب تفكيك هذه المخيمات بسرعة. يعني شنو كيعني تفكيك ديال المخيمات؟ والتوقف عن دعم الميليشيات المسلحة بتندوف. كانوا يحلمون أن تكون الصحراء المغربية هي صحراء غربية. إن شاء الله بربي. ما بقيتيش تقدر تفاوض بالوضعيه ديال المخيمات باش يغطيو على الزياره ديال المستشار دونالد ترامب للجزائر. غتفتح المخيمات ثم غتشوف هنا شكون اللي غيرجع من المخيمات. ناضوا داروا الروينه في الماتش ديال اتحاد العاصمه واولمبيك اسيا. أوسخ من كده مفيش. كاين اللي غادي يمشي لبلاصه اخرى. هادشي كامل غير باش يوجهوا الاعلام لهذاك الشغب اللي وقع في الملعب وينساو شي حاجه سميتها الزياره ديال بولس للجزائر. عمري ما شفت أوسخ من كده. كاين اللي غيردوا لبلاصتو لموريتانيا ولا غيرها، كاين اللي غيدير في الجزائر، وكاينه واحد المجموعه قليله اللي هي مغاربه. سوف تقوم بتفكيك البوليساريو. ثم غتنقل الصراع الى واحد المجال اخر اللي هو ملف سياسي صرف كيرتبط بالحل اللي هو الحكم الذاتي. والجزائر تقول سمع وطاعة. نهايه شي حاجه سميتها البوليساريو. وإنهاء هذا الحلم. فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. دولة الهندوراس تسحب اعترافها بما يسمى الجمهورية العربية الصحراوية البوليخاريو. خرجت الآن وتقرر سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتنقلب على الانفصال. الإدارة الأمريكية اليوم تؤكد رسميا أنها تشارك السيناتور تيد كروز في مخاوفه. إيران تسعى لتحويل جبهة البوليساريو الانفصالية إلى نسخة من الحوثيين في غرب إفريقيا. اليوم صيفطت وزيرة الخارجية ديال هندوراس رسالة إلى المملكة المغربية. هذه الدولة اللي معترفة بالبوليساريو بالجمهورية الوهمية منذ سنة 1989. من الارتباط بين البوليساريو والحرس الثوري الإيراني. ثم قال ماذا؟ تعبر فيها على أنها تؤيد قرار 27 راه كتهضر على 37 سنة. الهندوراس التي تنضم إلى دول أخرى الإكوادور بوليفيا وغيرها التي تسحب اعترافها بالوهم المسمى الجمهورية العربية الصحراوية، وأنها قد تراجعت عن اعترافها بدولة البوليساريو. من سيدفع الثمن هو الجزائر، من ورائها الشعب، والنظام الجزائري أدخل البلد هذا في حائط مباشرة. أكيد غادي تكونوا لاحظتوا بأن حتى الزيارات الأخيرة اللي كيقوموا بها عديد من وزراء الخارجية ديال الدول إلى المغرب، تأكيد ديالهم على دعم مغربية الصحراء، تأكيد ديالهم على وأنها علقت هذا الاعتراف دعم الوحدة الترابية ديال المغرب. ما يصح إلا الصحيح. هذه المسائل هذه كلها تحضيرا بطبيعة الحال للإغلاق النهائي لهذا الشرذمة من المرتزقة. هذه ليست مجرد ضربة لدبلوماسيتهم، بل هي إهانة تاريخية. المهم كما قال الشاعر الصحراء مغربية والصحراء مغربية. راه لا ظروف ما تقدرش من فراغ. وجمعي شطيطك. لا وزن لا هيبة لا مواقف. ايوا دابا غتفرجوا الدق اللي تيصمك وتيفلق. عاشت المملكة المغربية الشريفة ولا عاش من خانها. وديما مغرب.